نبذة مختصرة عن أول درسين في الكورس. استنونا يومياً الساعة 8 مساءً على قناة الشيف شادي هشام. أساسيات المطبخ اللي هتنقلك نقلة تانية خالص. لو لسه داخلة المطبخ جديد أو حتى بتطبخي بقالك فترة بس مش فاهمة ليه مرة الأكل يظبط ومرة لأ، يبقى ركزي معايا، الأساس اللي بيبني عليه كل شغل المطبخ بعد كده. تعالي نبدأ من البداية الصح خطوة خطوة. السكينة الصح بتساوي نص الشغل فعلاً. بصي يا ست الكل، مش أي سكينة وخلاص، لازم تختاري سكينة مريحة في إيدك وتبقى خفيفة وسهلة التحكم فيها. وكمان أهم حاجة تبقى حادة دايماً. السكينة التل بتخليكي تتعبي في التقطيع وممكن تجرحك، لكن الحادة بتخلي التقطيع سهل وسريع وشيك كمان. التقطيع فن مش هزار، مش كل حاجة تتقطع بنفس الشكل، في فرق كبير بين مكعبات، شرايح، مفروم ناعم. كل نوع تقطيع بيأثر على التسوية، الطعم، شكل الأكل النهائي. يعني البصل المفروم غير الشرايح خالص في الطعم، فركزي دايما إنك تقطعي حسب الوصفة. النار مش دايما عالية زي ما ناس كتير فاكرة، دي من أكتر الغلطات اللي بتبوظ الأكل. النار العالية بتحرق من بره وتسيب الأكل ني من جوه، لكن النار الهادية أو المتوسطة بتديكي تسوية مظبوطة، طعم أحلى، نتيجة مضمونة. اعملي حسابك إن كل أكلة وليها نارفة. التوابل، التوازن هو الملك، مش كل ما تزودي تبقى الأكل أحلى. الغلط هنا بيبوظ كل حاجة. الصح إنك تمشي بمبدأ شوية شوية لحد ما توصلي للطعم المثالي، وجربي ودوقي لحد ما توصلي للبالانس الصح. التسخين قبل الأكل سر محدش بيقولك عليه. عمرك حطيتي أكل في طاسة باردة؟ هتلاقيه لزق وباظ، لكن لما تسخني الطاسة الأول الأكل ما يلزقش، ياخد لون حلو، يستوي صح. دي خطوة بسيطة بس بتفرق جامد جدا. التذوق أثناء الطبخ أهم من أي حاجة. اوعي تعملي الأكل من غير ما تدوقي، دي أكتر غلطة. التذوق بيخليكي تزودي ملح لو ناقص، تزودي بهارات لو محتاجة، تظبطي الطعم في وقته، يعني هو اللي بينقذ الأكلة قبل ما تبوظ. الخلاصة اللي تفرق معاكي فعلا، لو فهمتي الأساسيات دي كويس هتعرفي تطبخي أي حاجة بعد كده وانتي مغمضة. الموضوع مش وصفة وخلاص، الموضوع فهم. وقوليلي بقى بصراحة، ايه أكتر حاجة بتبوظ معاكي في المطبخ؟ قوليلي في الكومنت وانا اظبطها لك في الدروس الجاية واحدة واحدة. ما تنساش تصلي على الحبيب، اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.